سيدنا عمر اول خطبه وقف يعني بعد ما حمد الله واثنى عليه واما بعد: ان رايتم في صراحه. لا قبل ذلك قال: اللهم انك تعلم ان في شده، ويعلم عند فاللهم لينها على اهل الحق ولا تجعلها الا على اهل الباطل. واحد عارف عيبه يقول: يا رب يا رب انا راجل شديد وصعب، فتخلي يا رب الشده دي على النفس اللي مش تمام. ده بقى الانسان اللي وقف عند حدود الله، اللي وقف عند حدود الله يتوقف يقول: اذا ذكر بآية يقف. خلاص. قال: لو كنت عند عمر ساعة ان يغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيذهب ما به من الغضب. خلاص عرف مفتاحه. من قال؟ سيدنا بلال. لان الراجل دخل على عمر كده اعرابي قح. يا عمر الخير لك الجنة، اكس اولادي وامهن، اقسمت بالله لتفعلن. فعمر عايز يداعبه، قال له: وان لم افعل؟ قال له: والله اذا لاذهبن. قال له: اذا ذهبت يعني ما تمشي تعمل ايه يعني؟ قال: والله اذا لاشكون. لمن؟ قال: ليوم تكون الاعطيات فيه هن اما الى نار واما الى جنة. فبكى عمر وقال: اعطه لحر هذا اليوم لا لشعره. احسن يفكر انه يكون له هيدلعنا بكلمتين هنعطيه، لا، اعطيه لحر. هذا ممقوت ايضا. يعني سيدنا عمر خاف يعني خبر يوم تكون الاعطيات هن يوم اما الى نار واما الى جنة. لا اعطيه. حينما ذكره تذكر وقف. خلاص انتهى الامر. وذاك قال له: اتقاتل من قال لا اله الا الله؟ قال: الا بحقها. صحيح. من قال ان محمدا قد مات؟ لا. يا عمر اجلس، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبته فلا يضر. قال: وكاني اسمعها لاول مره. فالعبد عايز تذكير في اكثر من سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اقرا يا ابن مسعود. اقرا ماذا؟ قال: اقرا القران. نزل. قال: وعليك قد نزل. قال: اريد ان اسمعه من غيري. فلما يصل الى قول الله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، استعبر النبي. كفى ابن مسعود من اراد ان يسمع القران غضا كما نزل فلا يسمعه من معه. فالانسان عايز من يذكره.